ويا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير من كل قلبي. أتمنى تشوفون هذا الفيديو وأنتم بألف صحة وعافية. من فترة طويلة وتوصلني كذا طلبات على فيديوهات يكون خبز صحي، خبز خالي من الجلوتين. فبإذن الله في كذا فيديو مرتبت له راح أشارككم إياها. هذا أول فيديو راح يكون خبز الشوفان الصحي بدون دقيق أبدا، راح نستخدم دقيق فقط الشوفان، وراح نطلع بنتيجة مرة لذيذة. أنا بحياتي ما جربت المخبوزات الصحية، ولكن لما بديت أجرب الوصفات اللي يطلع معاي ناشف كثير، يطلع معاي طعمه مو حلو، اللي يطلع معاي قوامه مو مناسب. لكن هذه الوصفة مرة لذيذة، طعم وريحة وشكل ولا أحلى من كذا. راح أشارككم ثلاث تغميسات أو ثلاث أشياء ممكن نستخدمها معاه ولا أحلى من كذا. بسم الله، خلونا نبدأ. أول شي في محضر الطعام راح أجيب ثلاث بيضات، ثلاث بيضات كبيرة. يفضل لو كان البيض اللي عندكم صغير مرة ممكن تستخدمون 4 بيضات. وعندنا حبوب دوار الشمس أو عباد الشمس، ملعقة صغيرة من الملح، مرة مكونات بسيطة. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، 300 جرام من جبن قريش أو جبن قريش. طيب عندنا 300 جرام من دقيق الشوفان، أي نوع شوفان تحبونه حطوه في محضر الطعام أو حطوه في المطحنة حقتكم واطحنوه لين يصير ناعم معاكم واستخدموه في هذه الوصفة. ما في نوع شوفان معين، في يعني في السوبر ماركت كمان يجيكم مطحون جاهز، بس الأفضل إنكم تطحنونه مباشرة وتستخدمونه، طعمه يكون لذيذ وغير تحسون طعم مختلف. طبعًا أنا قاعدة أشارككم كل تكة عشان يطلع معاكم صدق لذيذ بهذا الشكل. ما راح أكذب عليكم، ذوقته تقريبًا 4 أشخاص ما هم ياكلون الدقيق العادي، وأيقنوا إنه مرة لذيذ. وريتكم كيف قوام العجينة راح يكون ثقيل شوي. طبعًا ما ننسى كمان نص كوب حليب نباتي أو إذا في لبن نباتي استخدموه. كذا قوام العجينة يجيكم ثقيل بهذا الشكل. طبعًا لأنه يا دوب تنزل معاي من الملعقة فسرعت الفيديو عشان ما أطول عليكم. مرة مهم الصينية عندنا تكون مدهونة بزيت وتكون فيها رشة خفيفة من الدقيق أو من دقيق الشوفان لو تحبون تستخدمونه. طيب مهم إنه بعد ما نحطها في الصينية راح أخليها ترتاح تقريبًا من ربع ساعة إلى نص ساعة، وبعدها راح أدخلها على فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 220. تقريبًا تاخذ معاي من 15 دقيقة إلى نص ساعة على حسب الفرن وحرارة الفرن. المهم إنها لمن تتحمر معانا راح تكون جاهزة بهذا الشكل، ما يحتاج لها وقت ولا يحتاج لها إنها تطول أبدًا. صار الوقت إني أوريكم كيف شكلها من جوا. لأني مرة اتحمست. شوفوا أول ما جربت الوصفة هذي قلت بس أحس طعمه مو واو اللي تخيلته، لكن عن جد طعمها مرة لذيذ. وبصراحة كشخص ما ياكل مخبوزات صحية وجربت كذا وصفة، فأحب أقول لكم إن هذه وصفة صدق تستاهل تجربونها. شوفوا شكلها كيف من النص، يا تبارك الرحمن، خفيف، ريحته مرة حلوة، طعمه مرة لذيذ. ولو تحبون مع تغميسات كمان راح يطلع أحلى وأحلى. بس للناس اللي ما تحب الجلوتين كثير فحتى لو تاكلونه لحاله لذيذ جدًا. من كل قلبي أتمنى تجربونه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. أول شي راح أضيف أي جبن نباتي، طبعًا أنا عشاني مو نباتية فحطيت الجبن اللي أنا أبيه، بس جربوا الجبن النباتي سواء أي ماركة تحبونه، وحطوا طماطم وفلفل أسود، وكمان حطوا كمان فلفل رومي وبس وزيت زيتون. التغميسة الثانية راح يكون متبل باذنجان مرة لذيذ، راح أحط عليه رشة سماق خفيفة ورشة صنوبر يا دوبك كذا حبة، وآخر شي عندي اللي هو زيت الزيتون. مرة شي لذيذ. واضح إنها عجبتني الوصفة. المهم آخر تغميسة عندي أي نوع مربى تفضلونه. أنا سويت مربى التين وطعمه لذيذ جدًا، فمع التغميسة هذي ولا أحلى من كذا. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم، منشنوه لحبايبكم وطبقوا الفيديو وبألف صحة وعافية عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.